خلصت بقى الثانويه العامه والوزير ما عبركش، ركز بقى معايا عشان الكليات اللي المفروض تبص عليها مش الكليات اللي كنا بنبص عليها زمان. الزمن اختلف والطريقه اختلفت، والدليل على كده ان الدرون اللي كانت بتشتغل في الافراح وعم الحاج بيجيبها في العزاء دلوقتي ما بقتش تشتغل الكلام ده، بقت تشتغل في الحروب وحاجات كبيره جدا انت ممكن ما تستوعبهاش. عندك دي اهم كليات محتاج تبص عليهم الفتره الجايه، وجهه نظري هتبقى مهمه. اول واحده كليه الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبيج داتا والكلام ده كله، ما فيش اي شركه مستشفى حكومه بتخلى من الموضوع ده. تاني حاجه الامن السيبراني، طالما في بيانات وفي ناس يعني بتشتغل في حلقه، اكيد في ناس رخمه سكيورتي مهتمين بموضوع السكيورتي ده، فانت هتحتاج برضو تامن البيانات دي. فموضوع السايبر سكيورتي مهم جدا فوق الوصف. حضرتك بتشتغل ايه؟ اي تي انجينيرنج، بعمل ديجيتال انفراستراكشر وبعمل سايبر سكيورتي وبعمل ريسك مانجمنت، مهندس كمبيوتر. طب ما تقول كام الاول؟ تالت حاجه وهي البرمجه والهندسه الحديثه، ودول هدمجهم في حاجه واحده عشان هم بالنسبه لي بقى كل التخصصات تحتهم، الميكاترونكس وكل التخصصات الاتصالات. حاجه بقى وهي رابع حاجه الديجيتال لو او القانون. القانون ليهم اهميه كبيره جدا في العصر اللي هيبقى فيه كل حاجه فيه على الانترنت. انت محتاج حد فاهم قانون بشكل كويس جدا عشان يقدر يحميك كمؤسسه من اي حد ومن غدر الصحاب. فاكيد انت مش هيبقى عندك بيانات مهمه جدا وعندك الناس بتوع السكيورتي انجينير مهمين جدا، فطبيعي ممكن يحصل لك اي مشكله في اي وقت، فبالتالي انت هتحتاج حد يكون فاهم قانون الكتروني. وخلي بالك الشغل ما بيبداش في سنه رابعه كليه عشان ما تغلطش الغلطه اللي انا غلطتها. الشغل بيبدا من اول سنه ليك في الكليه، هتبتدي تاخد تدريبات وتبتدي تاخد حاجات كتيره جدا، فلازم تشتغل على نفسك من اول يوم في الكليه. انت داخل حرب عشان تقدر تلاقي اوبورتيونيتي كويسه تليق بيك. الكليه محيراك برده، ممكن تقول لنا في الكومنتس ونقول لك ممكن يكون ليها اوبورتيونيتيز عامله ازاي. شكرا.